نناقشها يعني بمعنى انها ممكن ان تناقش بعيدا عن ان احنا نتكلم في خالص سموت جذع المخ. ايه راي حضرتك يا دكتور؟ المشكله الاساسيه هي في الخليه في الكبد. انا كنت بقدم في مؤتمر زراعه الاعضاء في السعوديه في الرياض، وشفت برنامج لزرع الاعضاء على اعلى مستوى في السعوديه. انا قلت يا ريت تطبقوا عندنا، عشان ليه هم هناك يقبلوا هذا واحنا لا نقبل هذا. قلب جنبه دكتور دوس. دكتور وحيد دوس مدير المعهد القومي للكبد، طبعا كل الشكر لوجودك معنا ضيف كريم في هوا الاقتصادي هذا المساء، ويا رب يكون في حسم فعلي لهذه القضيه، لان احنا قد ايه بنقلق من الحاجات لما بنتكلم في الدين حلال وحرام وبنتكلم في ده حي ولا ميت. احنا بنتكلم مساله حي او موت. انا بتكلم عن مشكله مغزى. هاخد تعليق. اعتبر الناس الكلام كله صحيح، وكلام الجزء موت المخ صحيح، والوضع القانوني والفقهي ماشي مع الجانب ده. احنا في قضيه خلافيه، لو افترضنا 1% ان كلامهم غلط، 1%، 1 في الألف، والتاني برضه 1 في الألف، انا كنايب في مجلس الشعب احط في رقبتي امانه انسان هيموت غلط. لو طلع ان ال1 في الألف ده غلط، انا ما اتحملهاش. قدام ربنا اعمل ايه؟ كضمير هيسالني ربنا يقول لي انت اخطات، لانه كنا غلط زمان. لا، مش عايز انا الزمن ده يجي وربنا يحاسبني يقول لي انت غلطت في طبعا انت بتقول اذا كان هناك بديل فمن الافضل ان انا لا اتحمل هذه المسؤوليه. اجي لحضرتك يا دكتور عبد الرازق. البديل يا فندم زي ما بقول لحضرتك للساده الضيوف، اكبر مشكله عندنا مشكله الكبد. مشكله الكبد في مصر مشكله فعلا كبيره جدا، تلف الكبد نسبه كبيره جدا، عاليه جدا جدا. القلب، زرع القلب دي عمليه برضها صعبه وكبيره قوي قوي. عمليه زرع الرئتين عمليه كبيره وما بنحتاجهاش كتير. هي المشكله كلها في الكبد والكلى. الكلى محلوله طريق تبرع من واحد حي الى مريض. كان كل واحد عنده كليتين ممكن يسيب يعني بيشتغل ربع كليه. تمام. تعلم الكبد فص من الكبد من حي بيتبرع. والقانون ينظم. واذا كان الامر نعمل ضوابط وننظم عمليه. اذا كان التوافق يتم في موضوع الكلى، فمن يعني المتوقع ان يتم التوافق ايضا في موضوع الكبد. احنا عايزين البحث العلمي. انا محتاج ان البحث العلمي يستمر في جانب. لما زي ما قلت دكتور كان واحد قبل بينبض هنقدر نوافق انه يدفن. تمام. بعد الوفاه، يعني بعد ما الراجل يعني يموت، يبقى البحث العلمي ازاي ان انا احافظ على هذا الكبد، ازاي نحافظ على الكلى، ازاي نحافظ على القلب بعد ما فعلا بمعنى ان انا هنقل من ميت بجد. بمعنى اذا ثبت الوفاه بشكل اساسي، يعني توقفت الاعضاء، ازاي ممكن نعمل ان احنا نخلي الاعضاء دي تعمل من جديد؟ حافظ على الاعضاء دي، حفظ الاعضاء وده يبقى بحث علمي قوي العالم كله يتحرك فيه لغايه ما فعلا يبقى فعلا عندنا منظر جيد. لكن انا اخد من واحد بيموت. هو الموت ده مخلوق، خلق الموت والحياه، ده اسمه موت وحياه، مفيش حاجه ثالثه. مفيش واحد اسمه بيموت ده ما ينفعش. موت الرحمه ده غير مقبول. على فكره انا بس لان احنا قدامنا بس 3 دقائق، انا هاخد من حضرتك كل حد دقيقه. دكتور عبد الرازق، حضرتك تتوقع تنتهي المناقشات الحاليه بايه؟ انا اتوقع ان شاء الله يعني واتمنى ان تنتهي عمليه لا نوافق اطلاقا على ان احنا ناخذ اعضاء من موت جذع المخ، ولا نعترف بالوفاه عن طريق موت جذع المخ، بل هي الوفاه العاديه الطبيعيه اللي حددها الطب الشرعي، هي عمليه توقف القلب، نبض القلب وتوقف التنفس. ده التعريف في الطب الشرعي. تعلمناه زمان في كليات الطب. المتوفي هو من توقف قلبه ولا يوجد نبض ولا يوجد تنفس. تمام. ارجو ان نعود لهذا. تمام. الحاجه الثانيه ان حضرتك في الاعلام كتير جدا من الناس اللي هم بيكتبوا لا هم اطباء ولا قانونيين ولا حاجه. يعني واحده اسمها الاستاذه مها عبد الفتاح في الاخبار اليوم كاتبه مقاله الحقيقه في 28/4 سنه 2007 في نقل الاعضاء البشريه رجاء الانتباه. برضه بتعاد الحقيقه هذه المساله، يعني بتقول في نقل الاعضاء البشريه رجاء الانتباه، انتبهوا ايها الساده. يعني فحل المشكله حلها حضرتك عن ان احنا ناخد من فص من نعرف احنا مشكلاتنا ايه، مرضانا مشكلاتهم ايه، ونحاول نناسب الواقع. الكبد والكلى دول الاساسيين. واعتقد نمنع الفشل الكلوي ونمنع انا بس بتكلم دلوقتي طبعا حكايه ان احنا السياسه الوقائيه دي من الاساسي يا جماعه ارجوكم. انا بس سواء كانت من الافراد او كانت من المؤسسات الصحيه محتاجين لها. حضرتك متوقع ان ينتهي الامر عليه؟ هو ده اخر سؤال. هو الوقت في الحصانه اللي موجوده في المجلس، حصانه الاغلبيه، والدكتور حمدي بيلجا الى حصانه الاغلبيه ان القانون يمشي بحصانه الاغلبيه. وهذا متوقع ان يمرر القانون يعني بحصانه الاغلبيه. لكن انا بقى عندي نقطتين.
ان الموجود ال1000 حاله اللي موجوده في نقابه الاطباء بتاعت الكلى وال2000 اللي تحت السلم، وموقف سيدنا عبد الله بن عباس لما سئل سيدنا عبد الله، جاءه رجل وقال له هل للقاتل توبه؟ قال لا. قال لماذا؟ قال رايت في عيني القتل، انا شايف اللي موجود هنا فيه خلل. نفترض ان حصل خطا في تشخيص موت المخ او موت جذع المخ، حصل خطا، من يتحمل امانه هذا الذي قتل؟ ويمكن حضرتك نشر في الاهرام ان نائب رئيس الجمعيه الكلى في العالم في كندا، الراجل بيعترف انه اخطا في ان حاله موت جذع المخ ونزعوا الكلى وهي حيه. تمام. راجل نشر في الاهرام. احنا هنقول تعليقنا الاخير على دي. حضرتك تعتقد ان القضيه هتحسم باي شكل يا دكتور محمد؟ والله انا ما اقدرش اتنبأ على هذا التوجه، لان ربما يعني تتغير وجهه نظري، لكن انا شايف وجهه نظري الخاص زي ما الدكتور سالم تحدث، دي وجهه نظر حقيقيه، تشكيل لجنه عليا تضم نخبه من الاطباء ومن الفقهاء وعلى هامشها رجال القانون. هذه اللجنه مش هقول بقى تضع تعريفات وندخل في الجدل تعريف الموت، لا، تضع ضابط 1 2 3 4، ولا تترك المسألة لبحث كل حالة على حدة، لأن الوضع الحالي في مشروع القانون سيعني التخصيص كل حالة على حدة، أقول الراجل ده مات ولا ما ماتش، لا، لابد أن يكون هناك ضابط محدد على أساس علمي يصدر بهذا الضابط بعد ذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. طبعا فينا جماعة يتحمل وزر قتل نفسه. طبعا. على فكرة يمكن الكلام اللي احنا هنقوله إذا كان دكتور أكرم قال بشكل كده، يعني أنا أتوقع أن مرر القانون برغم من الاختلافات الشديدة اللي ممكن تكون موجهة ليه، وهو أرجع الأمر لأغلبية مجلس الشعب المصري. احنا خلينا نقول إذا كان هو في البداية قال أنا لا أتحمل أن يكون في دين في رقبتي أن في واحد يموت، خلينا نقول الأمانة والضمير هيحكم كل مواطن مصري سواء كان في مجلس الشعب أو بره مجلس الشعب، بإنه يعتبر في حد مات ولا ما ماتش علشان هي مداخلة على كلام الدكتور أكرم. هو مجلس الشورى برغم أن حزب وطني جميع أعضاء لجنة الصحة في مجلس الشورى مع هذا لبنى غير موافقين على هذا. طب يعني ما تقوليش بقى ان في مجلس الشعب هيوافقوا علشان كلهم حزب وطني، طبعا احنا حزب وطني برضه، ومع هذا كان عندنا هذا الفكر. ده مش حضرتك اللجنه كلها، هي ليست حريه وانما قناعه شخصيه، احنا مش هنقول حد فيهم مقيد. الجزئيه الثانيه يا جماعه، اذا كانت القناعه الشخصيه قد تؤدي بان انا اتحمل وزر ان انا امرت بقتل نفسه وهي لم تمت بعد، فكل واحد عايز يتحمل ده يتحمل. لكن اللي احنا عايزين نقوله في النهايه، اذا كان الاطباء اختلفوا واذا كان حتى اللي بيتحدثوا باسم الدين حصل بينهم نوع من انواع الاختلاف، الا ان القول اللي وصل لنا النهارده ويمكن اتفق معاه الدكتور محمد بهاء الدين ابو شقه وهو الدكتور سالم عبد الجليل، قال ما تيجي نعمل لجنه، خلينا نرجع الامور لاول نقطه ونقول لجنه، لكن من المشهود لهم، احنا معتقدين طبعا ان كلهم اصحاب ضمائر اساسيه، يعني المشهود لهم بالكفاءه والعلم والنزاهه ان هم يجتمعوا مع بعض لجان خاصه دينيه ولجان خاصه طبيه علميه، ويقولوا لنا مع القانونيين طبعا يقولوا لنا هيتفقوا على ايه في الاخر، علشان مش هنضحي بحد. تمام. على فكره اللي احنا عايزين نقوله دلوقتي، كل شكر لضيوفنا الكرام اللي شاركونا النهارده. ضيفنا لاول مره الدكتور عبد الرازق السنبسي وكيل لجنه الصحه وسكان مجلس الشورى، نورتنا جدا جدا يا دكتور وشرفتنا كل ارائك النهارده. الدكتور محمد بهاء الدين ابو شقه استاذ القانون الجنائي بجامعه اكتوبر، كل الشكر لوجودك معانا النهارده يا دكتور. الدكتور اكرم الشاعر عضو مجلس الشعب المصري، كل الشكر لوجودك معانا النهارده، ونتمنى يا رب يكون في خير لكل المصريين بما يحدث داخل قبه البرلمان المصري، شعب بقى ولا شورى مش مهم، المهم يكون في الصالح العام. كل الشكر لكم انتوا على المتابعه. بكره اخر حلقه في اسبوعتنا 9 مساء هنستمر.